مكان تمشي واش مكان تمشي المختار ديناش وبن كيران ديناش وديكاش يعني ارحل وارحل يعني امشي وارحل يعني امشي واش مكان تمشي واش مكان تمشي وبن كيران راجل صالح وبن كيران راجل صالح وبن كيران راجل صالح وبن كيران راجل صالح وبن كيران راجل مسيان وبن كيران راجل مزيان وبن كيران راجل صالح ودع معايا في التراويح معنا في التراويح ودع معانا في التراويح معنا في التراويح ويا رب تنمي البلاد ويا رب تنمي البلاد ويا رب تخدم الولاد ويا رب تخدم الولاد ويا رب تزوج البنات ناري 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 هذا ولا لعب دراري هذا ولا لعب دراري الفاسيل ما والضوء خنوش الفلاحة خنوش الفلاحة وبالمختار التعليم المختار التعليم والطاقة الباكورية والطاقة الباكوري والقادة راكم عارفين والقادة راكم عارفين والقادة راكم عارفين شوفوا الوزير العبقري إلياس متوكل أستاذ متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لمدينة سطات. كما تعلمون هذه خطوة تأتي في سياق نضالتنا واحتجاجاتنا التي المستمرة منذ 4 أشهر في إطار رفضنا للمرسومين الشهيرين اللذين سنتهما الحكومة. أحدهما يفصل كما تعلمون التوظيف عن التكوين عن التوظيف، والمرسوم الثاني الذي يقضي بتقديم المنحة إلى تقريبا النصف. كما ترون هذه خطوة تأتي في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية، وهي خطوة متفق عليها وطنيا يتم تنزيلها في كل المراكز بما فيها مدينة سطات. الآن نكون قد استوفينا 4 أشهر من المقاطعة. الحكومة يعني مصرة على تعنتها وعلى رفضها يعني الاستجابة لمطالبنا، مطالب مشروعة يتفق عليها الشارع المغربي وجميع الفعاليات، جميع المتدخلين في قطاع التعليم. من هنا أوجه رسالة إلى رئيس الحكومة ب يعني إعادة النظر في هذين المرسومين، فقد أكدت الأيام أن الجميع ضد هذين المرسومين بما فيهم الشعب المغربي بكل أطيافه. وشكرا. ما تسرب إلينا في هذا الموضوع هو يعني التواصل الذي يقع هذه الأيام بين لجنة الحوار والنقابات في يعني الهدف منها هو إعداد خطة سيتم اقتراحها على الحكومة وسيتم اقتراحها أيضا على القواعد، يعني النظر فيها يعني في أفق الرد عليها إن شاء الله. كيف ترون شرط بن كيران حول رجوعكم لمقاعد الدراسة ووزارة التكوين بالمقابل فتح الحوار أو الخروج من الدراسة؟ الحكومة كما تعلمون سبق لها أن هددتنا مرات ومرات. هذه ليست المرة الأولى التي تهددنا فيها الحكومة بالعودة إلى مقاعد التكوين، وإلا فإنها ستفعل كذا وكذا. آخر فيديو تسرب في هذا الإطار يتوعدون فيه بن كيران باتخاذ خطوات لن تعجب الأساتذة المتدربين، ولكن نؤكد لرئيس الحكومة أننا ما زلنا مستمرين في أشكالنا التصعيدية ولن تخفنا تهديداته إيمانا منا بمشروعية مطالبنا وأحقيتنا بالوظيفة إن شاء الله.